خدت كمان مدة سنة. الزمالك فكرة وكيان بالنسبة لي. فهو فعلا الزمالك شبهي وشبه ناس كتيرة ومش شبه أنا بس. أنا نور شكري، صيدلانية، بشجع الزمالك من زمان قوي، من ساعة ما اتولدت وبابايا بيشجع الزمالك، وبعدين عمي بيشجع الزمالك، ابن عمي بيشجع الزمالك، عيلتي كلها بتشجع الزمالك. بالصدفة كمان جوزي طلع بيشجع الزمالك، كل ماتشات بيروحها في الاستاد. يمكن وانا صغيرة شوية كان والدي مش بيسمح لي اروح الاستاد، طبعا لما اتجوزت بقى بقيت بروح مع جوزي. جت الاجيال الجديدة من عيلتنا اللي هم اولاد اختي، سليم ابن اختي اللي هو معايا في التيفو ومعايا في الصورة مجنون زمالك، فبدأنا بقى كلنا نروح مع بعض، بنعتبرها يعني الكواليتي تايم بتاعت العيلة، رايحين نشجع النادي اللي بنحبه، هنقضي وقت حلو، هنقعد مع العيلة الكبيرة. فمن هنا جه يعني كل جنان الزمالك ده. أنا كنت اتشخصت بالسرطان من 6 سنين. لما اتشخصت بالسرطان مديري قال لي جملة يمكن اكون فهمتها اثناء بقى تشجيع الزمالك، ما اعرفش ازاي، يعني لنكت الحاجات مع بعضيها. مديري قال لي انا كنت جايبك مو صلاح تشوتي تدخلي جوان، فدلوقتي انت جالك سرطان يعني مش هتشوتي ولا هتجيبي جوان. فقلت له وقتها حتى فتمام، حقك انك تبقى شايف ان انا مش هجيب جوان، بس انا لما اكون وقعت في الملعب وانا بتمرن يبقى دي حاجه بتاعت ربنا. المهم ساعتها لما قال لي كده يعني الموضوع اثر فيا جدا، وكنت حاسه ان انا ماليش لازمه، وان انا الظروف كلها ضدي. جالي سرطان ومديري بيرفدني من الشغل وشايف ان انا ماليش لازمه، وقال لي كمان ان انا عمري ما هلاقي شغل بظروفي دي. فكانت حالتي النفسيه صعبه قوي، وكنت مفرغه بقى كل طاقتي في ان انا بشجع النادي وان انا بعمل حاجات لدعم مرضى السرطان وكده. بعديها طبعا حصل حاجات كتيره قوي في الفتره دي، اتعالجت واخدت كيماوي وقصص كتيره قوي. والزمالك بقى وقتها كمان كان في الابس اند داونز بتاعته. فالسنه دي طبعا كانت سنه صعبه جدا جدا جدا. فالسنه دي فكرتني بالسنه اللي انا شخصت فيها بالسرطان، اللي هو ما في كل حاجه ضد الزمالك، ما فيش حاجه مع الزمالك، حتى اللعيب اللي احنا معتمدين عليه مشي وسابنا، مش عارفه ايه، والمدرب يتغير، وعاده يعني المنافسات ما بتبقاش مع مدربين مصريين. بس كل الاحداث المصاحبه للسنه دي للزمالك تحس الزمالك عيان وبياخد دواء عشان يفوق. وفضلنا الصراحه نحضر كل الماتشات ونخسر في ماتش وعادي ونطلع والناس كلها طالعه عادي. من هنا حسيت او ارتبطت او حسيت ان انا قصتي فعلا شبه قصه نادي الزمالك، او السنه دي 2026 للزمالك هي 2020 بتاعت نور لما اتشخصت بالسرطان. فانا كتبت البوست الصراحه وما كنتش متوقعه، يعني انا عامه بحب الكتابه وبكتب كتير يعني، والحمد لله عندي بعض المتابعين. فانا بحب اشارك الحاجات الحياتيه. حتى وقت السرطان كنت بشارك كل الجلسات، انا خدت 29 جلسه، كنت بشارك كل حاجه، نوع من انواع ان انا بحس ان لو ربنا اداني حاجه حلوه او وحشه بحب اشيرها يعني اشارك مع الناس. انا كتبت البوست كنوع من انواع الدعم للزمالك لو حد قراه، كنوع من انواع الوفاء للزمالك، كنوع من انواع ان انا فعلا كنت بسمع برضو مع ابن اختي، كنا رايحين ماتش يوم الخميس وبنسمع بقى بحبك يا صاحبي والحته دي كلها، ونادي الزمالك ده حته مني وكده. وفي جمله اتقالت في الاغنيه، حبيتك يا زمالك عشان انت شبهي. هي دي الجمله فعلا، حبيتك يا زمالك عشان انت شبهي. فهو فعلا الزمالك شبهي وشبه ناس كتيره، هو مش شبه انا بس. انت لما تقف في المدرجات وتروح ماتش وكده وتقعد تتفرج على الناس حواليك، لا هو الناس كلها عندها قصه يعني بجد. تلاقي ناس كبيره قوي وناس صغيره قوي وستات ورجاله عواجيز وبيشجعوا من قلبهم قوي. كل حد اعتقد الموضوع بالنسبه للناس مش بس ان الزمالك بيلعب كوره حلوه او كوره وحشه او بيلعب ماتش، هو في لينك انا حسيته في السرطان، ممكن غيري يكون حاسه في حاجه تانية. اعتقد ناس كتيره شافت نفسها في قصه الهوبا الزحليقه اللي الزمالك ركبها، وان هم رجعوا تاني واخدوا الدوري. وبجد يعني كانت، وبعدين اخر ماتشات دي لما خلاص كله كان صعد وكله بدا يفوق والاهلي فاق وكله فاق، فانت كنت حاسس ايه يا لهوي، هو الحلم بيروح مني. انا خدت كيماوي لمده سنه، وكان في كيماوي يعني مكثف وكيماوي غير مكثف، وكنت باخد علاج هرموني واشعاعي. فانا يا دوبك كنت يعني صحتي كانت على قد اني اتابع نفسي كده. بس طبعا لا، كنت بتابع الزمالك
انا طول عمري يعني ماتشات الزمالك مش بتتفوت، بس عارف اللي هو ايه، انا مش متابعه. انا وقتها كمان كنت دخلت قوي في حته دعم المرضى، وكان تم اختياري من فيسبوك كاكثر ست مؤثره على السوشيال ميديا في 2021، وكنت بعمل حفلات وندوات تثقيفيه، وكنت بعمل حفلات دعم للمرضى وكده. فكنت مركزه قوي على الحته دي، لان برضو كنت حاسه ان اكيد ربنا اختارني يجيلي المرض ده لسبب. فكنت حاسه ان انا بحب الزمالك جدا، بس في المرحله دي انا محتاجه احب نفسي واخف عشان ارجع بقى انتشر في الاستاد. انا دايما بقول للناس بتوع الكانسر بالذات اليوم بيومه، ما تقعدش تفكر. يعني انا النهارده هاخد كيماوي، ما اقعدش اقول شعري هيقع، لما يبقى يقع نبقى نيجي عندها. كل حاجه كده، حتى كل حاجه في الحياه على فكره. انا دايما اقول للناس خطوه بخطوه، يوم بيوم، ما تقعدش تفكر في حاجه اصل احتمال تحصل واحتمال ما تحصلش. يعني انا مثلا الحمد لله شعري مش كله وقع، نصه وقع، بس قصدي اقول لك انا لو كنت من اول يوم ما خدت كيماوي قعدت افكر كده. فدايما بنصح الناس ياخدوها خطوه بخطوه، او داي باي داي، او اليوم بيوم. ودي نصيحه دايما بقولها لهم، ودايما بقول لهم يعني ده مرض زيه زي اي مرض، زي السكر، زي الضغط، زي اي مرض. علاجه صعب شويه، وقعه علينا او على ودنك بيبقى صعب شويه عشان لسه ما تعودناش عليه، بس زيه زي اي مرض. وكل الامراض غلسه، وكل الامراض صعبه، وكل الامراض بناخد لها ادويه، وفي ادويه ناس بتعيش حياتها كلها بادويه. فالحمد لله ان في علاج. فيعني انا دايما من مدرسه خد الامور بسلاسه وببساطه كده، لما تعمل الامور ببساطه هي تعدي ببساطه برضه. انا بحس ان احنا من كتر ما شفنا حاجات غريبه وعجيبه، فاحنا شفنا سيناريوهات كتير في الحياه، فبقى بحس ان احنا عندنا ما يسمى ريزيلينس او مرونه نفسيه. يعني انا مثلا ماتش الكونفدراليه ده والله كنت هتجلط في الملعب، وحياه ربنا كنت هتجلط خلاص، وجوزي برضو وولاد اختي خلاص ميتين وخلاص بقى، يعني فاهم، ولحد يعني خلاص احنا يعني عاملين ماتش معرفش، مش عارفه يعني، بس عايزه اقول لك ايه، ان احنا خلاص احنا كنا متاملين ان احنا نكسب الماتش ده. فالمرونه النفسيه، وعايزه اقول لك حاجه، وطلعنا من الماتش وزعلانين ومقهورين، والناس كانت ماشيه مقهوره، لدرجه ان احنا من كتر ما كنا زعلانين مشينا 40 دقيقه في صلاح سالم، يعني مش مركزين من الزعل. وابن اختي 40 دقيقه ما بيتكلمش، وابن اختي ده مجنون كوره سليم ده. جينا بعديها بثلاث 4 ايام عادي اتفرجنا على الماتش اللي بعديه، وقاعدين وبنشجع وواثقين جوه قلبنا ان احنا هناخد الدوري. فقصدي اقول لك ايه، في مرونه نفسيه خلاص. مره نقع هنقوم هنقف، سنظل اوفياء زي ما بنقول، فعلا اوفياء، ان احنا عارفين انه عادي الدنيا ما بتقفش على حد، ما بتقفش على لعيب، ما بتقفش على مدرب، ما بتقفش على اي حاجه. الزمالك ده فكره. فاحنا انا بحس ان الشخص الزملكاوي ده عنده وفاء، وعنده مرونه نفسيه، وعنده تقبل للقضاء والقدر والواقع من كتر ما شاف حاجات مختلفه وسيناريوهات عجيبه. ده حقيقي يعني. الزمالك فكره وكيان بالنسبه لي. يعني بحس ان انا معرفش، مش عارفه اقولها لك ازاي، بس مثلا كفايه ان احنا زي بكسب بشقاية يا صبري. فكل دي كلمه يعني مجتهد، بيعملوا اللي عليهم، بيحاولوا، يعني ما فيش اي حاجه تديك اي امارات على اي حاجه، بس عملوا اللي يقدروا عليه. فهو انا بالنسبه لي الزمالك فكره كبيره يعني. ما اعرفش، زي ما بقول لك انا بشوف نفسي في الزمالك، فيمكن يكون انا بشوف رحلتي شبههم، بشوف قومتهم هي قومتي، وقوعهم هو وقوعي. حاجه نفسيه شويه انا ارتباطي بالزمالك. يعني انا اكتر حاجه فرحت بيها السنه دي هي الدوري، لان انا فعلا زي ما كنت كاتبه في البوست بتاعي ان انتصار الزمالك هو انتصاري. يعني انا كنت حاسه كاني انا خفيت تاني بجد، مش ببالغ في الامور، بس الدوري ده فرق معايا جدا، لان كنت حاسه ان هم عرفوا يتغلبوا على اللي حصل لهم. وبرضو البطوله دي طبعا مميزه بالنسبه لي عشان كنت على التيفو، فدي كانت حاجه كبيره قوي الصراحه، يعني حاجه بتهيألي انا هفتكرها طول عمري. يعني موضوع التيفو ده موضوع بصراحه، انا الماتش ده كان احنا قبليه في الكونفدراليه، واحنا مشينا 40 دقيقه في الكونفدراليه هائمين على وجوهنا كده في صلاح سالم، فكنا تعبنا قوي. جينا عشان نشتري تيكتس ما مشيتش خالص، وحتى يعني ما عرفتش اجيب تيكتس ولا اجيب انفيتيشنز ولا كده. فقلت خلاص ايه، نتفرج عليه في التلفزيون. يومها كان عندي حاجه مهمه قوي في الشغل فمتاخره، فلقيت جوزي بيكلمني شفتي التيفو؟ فبقول له لا انا لسه هتحرك دلوقتي، باجي ان شاء الله اوصل على الماتش على طول وبتاع. يعني انت على التيفو؟ قلت له تيفو ايه؟ التيفو بتاع الكونفدراليه؟ ما كلنا على التيفو بتاع الكونفدراليه، لان احنا كنا في الماتش وكلنا رفعنا الجلاد، 80,000 بني ادم في الاستاد يعني. قال لي لا التيفو بتاع النهارده. قلت له لا انت اكيد بتهزر. اقفل معاه، قال لي انا هبعتهولك دلوقتي. اقفل معاه الاقي جروب العيله عندنا كله، ابن عمي كان في الماتش
وهو كان واقف بيصور التيفو فلقاني فبعت. صحابي الزملكاويه اللي في الماتش بعتني، ومعد في قناه كوره سبورت بعت لي، فاهم؟ كل الناس مفيش حد ما بعتليش التيفو. بس اكتر حاجه عجبتني ان صحابي في الشغل حطوها على جروب الشغل وكتبوا نور شكري بقت ايقونه نادي الزمالك. فحسيت قد ايه الناس اولا فرحانه انه انا موجوده، قد ايه صحابي متاثرين، قد ايه البوست فعلا حد حس بيه. يعني هو وصل لحد، هو اكيد وصل لحد. هو كان وقتها كان عامل يمكن اكتر من 500,000 فيو. كنت حاسه يعني قد كده هما شافوا بوست فحسوا ان انا فكرت ان انا الزمالك بيمثلني في حقبه من حياتي كانت صعبه عليا، فحطوني على التيفو. انا فعلا ما كنتش اعرف، كنت زعلانه قوي ان انا ما رحتش الماتش ده وما عرفتش اتصرف في التذاكر خالص. بس الصراحه دي كانت تجربه. وابن اختي عنده 9 سنين، هو اللي كان معايا سليم ده، وقعد يقول لي انا بقيت مشهور كده. فاختي قالت له انت اشهر قفا كده في العالم كله. بس وناس كتيره بعدين بعتت لي رسائل بقى. طبعا البوست يعني اتكتب اسمي في بوستات كتيره، ناس بقى كانت بتشرح التيفو وبتشرح مين نور وسليم وكده. ناس كتيره بعتت لي رساله ان هم تاثروا من قصتي او كده، وناس كتيره كانت عايزه تعرف انا مين. فانا اهو. لا بحب بزيرة قوي 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 قوي. بزيرة تحسه كان ناشئ في الزمالك. انت يا ابني مصر انت ولا ايه؟ يعني بينزل 90 دقيقة مقطع نفسه، حتى وهو مصاب كان بينزل حاطط البنج اللي هو بيرشه ده ولا معرفش ايه، وينزل يلعب لحد ما العضلة تجيب اخرها ويطلع. بحب عبد الله السعيد، قائد بيلم الناس حواليه، بيحرك الناس. طبعا شيكابالا التوب، حد بيمثلني قوي. يعني يعني ان شاء الله ما حدش يمثلني منهم، تجاربهم كلهم تبقى احسن من تجاربي في الحياه. بس هو الزمالك كله بيمثلنا، فاهم قصدي؟ بس اللعيبه يعني الصراحه، يعني اللعيبه المقاتله هي اللي انا بحسها شبهي، لان انا قاتلت في الحياه. احنا مكملين، احنا السنه دي مكملين ان شاء الله. وان شاء الله السنه دي بقى في افريقيا، فالموضوع مختلف. اتمنى يعني نفضل بالحماسه دي، نفضل بالروح دي، نفضل بالتشجيع ده. خفوا على الاب عشان نعرف ننزل نجيب التيكت والنبي. احنا زمان قبل ما الزمالك يبقى كده عادي، التيكت دي كنا ممكن نجيبها تاني يوم. احنا دلوقتي بقينا نقعد نستنى على جروبات تذكرتي لما يكتبوا التذاكر نزلت، نفضل قاعدين بالست ساعات نحاول نجيب تذاكر. فخفوا يا جماعه، سيبوا لنا فرصه، احنا الزملكاويه القدام اللي بنروح نشجع. لا مبسوطه ان انا معاك، ومبسوطه ان انا بتكلم عن تجربتي مع الزمالك، مبسوطه ان الناس هتشوفني. بدل ما كل شويه حد يجي لي يبعت لي مسج يقول لي احنا كان نفسنا نعرف انت مين. بس